كحك العيد المظبوط بوصفة ومكونات وطريقة مضمونة 100%، والتكنيك اللي هنشتغل بيه هيجمع بين الكحك الساخن والبارد، والكحكاية هتطلع من الفرن بنفس نقشتها اللي دخلت استخدمت بيها كيلو من بالظبط. الدقيق المخصص للكحك والبسكوت، واستخدمت معاه 200 جرام من الزبدة و300 جرام من السمنة. والسمنة اللي استخدمت ميكس بين نوعين من السمنة. أول حاجة السمنة البلدي، ودي كانت ساقعة ومخرجاها من التلاجة. تاني حاجة كانت السمنة الجولدن ميكس. قسمت كمية السمنة بين 200 جرام من السمنة البلدي و100 جرام من الجولدن ميكس. وطبعا دي شكل الجولد ميكس اللي انا استخدمتها. المكونات الجافه استخدمت فيها ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره من الخميره، معلقه كبيره من ريحه الكحك، ورشه من الملح، وثلاث معالق كبار من السكر الباودر. وبالنسبه للدقيق اللي استخدمته فكان مخصص للكحك والبسكوت، وكان سنبله الفرات. ولما السمنه بتسخن ببتدي ان انا اضيف عليها معلقتين من السمسم الابيض، وبخليه فيها لغايه ما يبتدي ان هو يتحمص. بعد كده بضيف السمنه على الدقيق، وابتدي ان انا اقلب السمنه في الدقيق كويس جدا. تسخين كميه السمنه الصغيره دي بيفرق جدا في طعم الكحك وريحه الكحكايه، وبنحافظ على الكحكايه لفتره اطول. ابتدي ان انا بس الدقيق بالسمنه دي كويس جدا، وبحاول ان انا اغلف الدقيق بالسمنه كويس جدا. طبعا كميه السمنه مش هتغلف كل الدقيق، لكن بحاول ان انا اغلفه بيها كويس جدا، وبسيب الخليط ده لغايه ما يبرد تماما. نيجي بعد كده لباقي المكونات. ابتديت ان انا استخدم كميه الزبده اللي كانت 200 جرام وكانت بحراره الغرفه، و200 جرام من السمنه البلدي اللي كانت ساقعه وخرجها من التلاجة. وطبعا انا ما رضيتش ان انا منتج المقطع ده ولا حاجه، بحيث ان انتوا تتاكدوا ان هي ساقعه وخارجه من التلاجة. ابتديت بعد كده ان انا انزلهم مع بعض في العجان. طبعا تقدروا ان انتوا تستخدموا المضرب اليدوي، او لو متاح مضرب كهربائي، هي سهله قوي ما بتاخدش اي وقت خالص في الاستخدام. وضفت عليهم 60 جرام او تقريبا 3 معالق كبار من السكر الباودر. وكده نكون اخدنا كل مزايا الكحكه على البارد، من ان هو خفيف ومش بيعمل حموضه وبيكون طعمه تحفه جدا. واستخدام الزبده بيخلي الكحكايه ناعمه جدا. وابتدي ان انا اضربهم مع بعض في العجان. طبعا تقدروا تستخدموا المضرب اليدوي او المضرب الكهربائي، الخطوه دي ما بتاخدش دقيقتين. اضربهم كويس جدا مع بعض لغايه ما السمنه والسكر والزبده بيكونوا ناعمين جدا، وبيكونوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده بضيف ميكس الدقيق والبيكنج باودر والخميره وريحه الكحك ورشه الملح عليهم دفعه واحده، يعني مش بنخلهم قبل ما اضيفهم، بضيفهم مره واحده. وابتدي ان انا اضربهم مع بعض كلهم. والخطوه دي لازم تاخد وقتها كويس قوي. كل ما ادينا الخطوه دي وقتها كويس ونعمنا الدقيق وبسناه كويس جدا مع باقي المكونات، كل ما الكحك بتاعنا هيطلع ناعم وهيطلع مظبوط ومش هيشقق، وهيطلع معانا تحفه جدا. وما تخافوش من كتر البس او كتر العجن في الدقيق في الخطوه دي، لان احنا لسه ما اضفناش السوائل. وطالما ما اضفناش السوائل فالدقيق عمره ما هيعمل عرق، لكنها خطوه مهمه جدا في تنعيم الكحكايه وعلشان الكحكايه ما تشققش معانا. وللمكونات الجافه استخدمت 100 مللي من الميه و100 مللي من الحليب الدافي، يعني تقريبا 200 مللي من الحليب والميه. انا بفضل ان انا اضيف الميه مع الحليب لانها بتحافظ على الكحكايه لفتره اطول، والحليب بيديها طعم اغنى. وفي الخطوه دي بعد ما بنوصل للقوام ده بضيف ميكس الحليب والميه. وبعد ما اضفنا الحليب والميه مش بنعجن كتير خالص، مجرد بس اننا بندخل العجينه، بنخلي العجينه تتداخل مع بعض لغايه ما بنوصل للقوام ده. واول ما بنوصل للقوام ده بنوقف عجن فورا علشان العجينه ما تعملش عرق معانا. وباخد جزء من العجينه وابتدي ان انا اكوره بين ايدي كده، وببتدي ان انا بعد كده اعمل له اختبار بالبصامه. اذا طلعت العجينه زي ما انتم شايفينها كده بدون ما تشق، فكده الكحكايه معايا ناجحه 100%. وزن الكحكايه كان تقريبا من 24 ل 25 جرام. ده للناس اللي بتطلع اوردرات، او لو حابين ان الكحك بتاعكم يطلع كله نفس الحجم. طيب لو احنا عملنا الكحك كله في الصاج وفي واحده او اتنين ابتدت انها تشق مننا، بنبتدي بكل سهوله اننا نشيلها من الصاج، ونبتدي بعد كده ان احنا بين ايدينا ندفي العجينه شويه كده، ونبتدي ان نرجعها تاني في الصاج ونعملها بالبصامه، وبترجع كانها لسه معموله اول مره ومفيش اي حاجه. ده بالنسبه للكحك الساده. وبدخله الفرن على درجه حراره 180، وبيفضل جوه الفرن تقريبا 20 دقيقه. وطبعا كل فرن بتختلف عن التانية، فطول ما الكحك جوه الفرن احنا لازم نكون مراقبينه واخدين بالنا منه. واول ما بياخد اللون الذهبي بنطلعه من الفرن وبنخليه جوه الصاج لغايه ما بيبرد. بعد كده بنبتدي اننا ننقله. واذا ظابطين حراره الفرن فهتلاقوا ان الكحكايه اول ما اخدت اللون الذهبي ده ابتدت انها تاخد من فوق لون ذهبي فاتح جدا. ومش بنضيف السكر الباودر على كل كميه الكحك، بنضيفه بس على الكميه اللي احنا هنستخدمها. واذا عاملين كميه للعيد او حاجه، طبعا مش بفضل اننا نضيفه على كل الكميه، بنضيفه بس على الكميه اللي هناكلها، وبنخلي باقي الكميه بدون السكر. هقول لكم على كام ملاحظه مهمه جدا هتفرق معاكم جدا وانتوا بتعملوا الكحكه، وهتخلي الكحكايه تطلع بنفس النقشه اللي دخلتوها بيها بدون ما تفرش وبدون ما الكحكه النقشه بتاعتها تروح. اول حاجه ما تزودوش كميه الخميره او البيكنج باودر عن الكميه اللي احنا قايلينها، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره من الخميره، علشان نحافظ على النقشه والرسمه بتاعه الكحكايه. ومجرد بس ان احنا بنضيفهم علشان تدي خفه وهشاشه للكحكايه بتاعتنا. تاني حاجه اضافه الزبده بتفرق جدا في الكحكايه، بتخليها تطلع من الفرن مش بتكون موبره زي ما بنطلع كتير. الكحك بتاعنا بيطلع من الفرن بيكون موبر كده وكانه عليه دقيق من فوق، وبتخليها ميكس كده بين البسكوته وبين الكحكايه.
تالت حاجة، طول ما احنا ما ضفناش الحليب تقدروا ان انتوا تعجنوا الدقيق بتاعكم لغاية ما ينعم كويس جدا، ودي خطوة مهمة قوي. لازم نبس الدقيق ونقلبه كويس جدا مع باقي المكونات والمواد الدهنية قبل ما نضيف الحليب، لان ده بيساعد ان الكحكاية بتاعتنا ما تشققش وتطلع بنفس النقشة اللي انتوا شايفينها دي بالظبط. لكن طالما اضفنا الحليب او اي مواد سائلة انتوا مستخدمينها، يبقى بس مجرد اننا بنلم العجينة وندخلها مع بعض، مش بنبالغ خالص في الخفق في الحتة دي علشان ما يخليش العجينة بتاعتنا ليها عرق وتطلع ناشفة كده زي العيش. جربوا الطريقة دي بكل تفاصيلها واعملوها بالطريقة على السخن والبارد زي ما انا عملتها كده بالظبط بنفس التفاصيل بتاعه المكونات بتاعتها. حقيقي هتنبهروا من جمال الكحكايه وطعمها، ولا بتشرق ولا تقيله ولا بتعمل حموضه، وطعمها يا جماعه خفيف وفي منتهى اللذاذه. طيب لو حضرنا الكحك من دلوقتي وعايزين نحفظه لغايه العيد، بنحفظه ازاي؟ بنستخدم علبه تكون محكمه وبنضع فيها الكحك، وبنحط قبل الكحك بنضيف قبله كيس بلاستيك. الكيس البلاستيك اللي بيكون تحت الكحكايه بيحافظ ان الكحكايه تحتفظ بالسمنه والزبده بتاعتها جواها. طبعا مش بنستخدم ورق الزبده خالص في الحفظ، الاكياس البلاستيك من تحت ومن فوق، ولو مش حابين تضيفوه من فوق تقدروا لو العلبه بتاعتكم محكمه كويس. وبعد كده بنقفل العلبه عليه كويس جدا وبنخليها تقدروا تحتفظوا بيها لغايه العيد وبعد العيد. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى ان ما يكونش فيه اي معلومه انا نسيت اقولها، ولو في اي استفسار هستنى اكيد استفساراتكم، وهكون مبسوطه بكل الاستفسارات والتعليقات اللي هتبعتوها لي، وهستنى كل ارائكم في الكومنتس. وجربوه، ولو انتوا اول مره تدخلوا المطبخ جربوا في نص كيلو دقيق، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. وشهر رمضان فرصه مهمه قوي، قربوا من ربنا قوي في رمضان واستغلوا الشهر الكريم، وما تنسوش تدعوا لي وانتوا بتفطروا.